زي ما انتم شايفين معانا دلوقتي، دي فتحة السماعة طالع منها المخرج بتاعي اللي هو السلك. زي ما انتم شايفين، المفروض هنا هيكون كل التجميعة بتاعت الساوند. انا علمت كل طرف وشيكت على الاسلاك بتاعتي، بحيث ان انا اعرف كل طرف رايح فين واقدر ان انا اجمعه بكل سهولة. زي ما انتم شايفين اهو، جهاز الافو اكنه هو الساوند بتاعي او الامبليفاير بتاعي. ادي المفتاح زي ما انتم شايفين اهو. اسمي الله. سامعين صوت البزر كده؟ قفلت. دلوقتي احنا هنقوم بتجهيز الغرف والحمامات والمطبخ ونرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين معايا، ادي السماعه اهيت اهي الشكل دهوت. ادي السماعه اهيت الحجم ده اهو. بصوا هنا هتلاحظوا حاجه في التوصيل. بصوا انا اقرب، هو المفروض الاسود ده الكومن بتاعي. هو طالع دلوقتي عندي 4 اطراف. طبعا انت مش واخد بالك من حاجه. طبعا انت دلوقتي قلقان 4 اطراف، طب انا هوصله ازاي؟ طريقه التوصيل هقول لك بكل بساطه. اول حاجه هنشوف الروزيت بتاعتي، هو راسم السماعه اهو. تمام. بيقول لي ان البلاك هو ده الكومن بتاعي اللي انا هشبط فيه. تاني حاجه، لو تلاحظوا ان في هنا 1.5 واط الفردة، في فردة 3 واط، في فردة 6 واط. تمام. فاحنا هنوصل على ال6 لان الجهاز بتاعنا ساعته كبيرة. يلا بينا نشوف طريقة التركيب. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا جمعت السماعة بتاعتي على الروزيتا، خدت الابيض والاسود الكومن بتاعي، وده داخل السماعة اللي هو هيكون الام. انا اخترت على ال6، والست هنا لو تشوفوا واخد اللي هو الوايت اللي هو الابيض. زي ما انتم شايفين دلوقتي معايا السماعه اهي. انا خدت اللون الابيض وصلته على الفرده الحمراء، والاسود اللي في السماعه على الكومن بتاعي اللي هو الاسود. كده احنا ركبناها بالشكل ده. زي ما احنا شايفين دلوقتي ده شكل الساوند، هو داخل المكتبة بالشكل ده اهو. انا خدت كل الاسلاك بتاعتي اهو. انا المفروض عندي اللون الاسود واللون الاحمر. خدت انا اللون الاسود اهو، جمعته زي ما انتم شايفين وحطيته على طرف الكومن اللي هو الاسود، والتانية الحمراء وديتهم على طرف 100 فولت بالشكل ده اهو. نسمي الله دلوقتي، نسمي الله ونشغل. زي ما انتم سامعين دلوقتي صوت السماعة، هو جاب لي على الشاشة هنا البلوتوث. كان في حاجة جوه كده
افصل، شغل كده، فاصل. وبكده نكون انهينا حلقتنا. ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك ولايك واعجاب للقناه. مع تحيات اخوكم محمود المصري.